الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة استفدت كتير جدا من رؤية الإخوة النقاد في سواء كانت المكتوبة أو مذاعة حول هذه الرواية كائن رمادي. وصلني نسخة منذ ساعات قليلة، وإن شاء الله يعني أقرأها وأستمتع بها ويكون لي إن شاء الله فيها رؤية. لكن أنا وقفت عند العنوان. طبعا العنوان أشبعوه بحثا، كلمة رمادي وارتباطها بأحداث الرواية، ولكن أعتقد أن مفيش حد اتكلم عن لفظ كائن. ليه الكاتب لم يستخدم كلمة شخص أو إنسان؟ ما قالش شخص رمادي أو إنسان رمادي، إنما كائن رمادي. ليه كائن؟ يعني كائن دي يعني تعني شيء، مجرد شيء موجود، سواء كان جماد أو حيوان أو إنسان أو شجر أو حجر، زي ما محي الدين بن عربي حتى بيقول في بيت شعر: ألا إن وحي الله في كل كائن من الصخر والأشجار والحيوان. فكلمة كائن اختيرت لهدف ولغرض ما، ربما لارتباطها بكلمة أخرى هي كلمة الاستكانة، بمعنى الخضوع والخنوع لأفاعيل القدر والتعجب من تناقضاتها والتسليم بنهايتها كأنه جماد. كلمة شخص أو إنسان لا تغني أو لا تفيد المعنى المقصود كوصف لبطل الرواية. أكد هذا الكلام أن كلمة كائن هي فاعل للفعل كان فعل ماضي ناقص، فاعله كائن، ومن ثم فهذا اللفظ كائن عبر به الكاتب عن شخصية بطل الرواية اللي بيراوح بين الماضي الناقص كفاعل فيه بلا نتيجة أو بنتيجة غير مريحة، وبين نظرته المدهشة للحاضر ذاته، نظرة فلسفية عميقة. أعتقد أن البعد الفلسفي ده هيقربنا من كلمة قريبة الشبه من كلمة كائن، وهي الكينونة. الكينونة مش بمعناها الوجود الكوني كله، ولكن أو المرتبطة حتى بالصيرورة، حركة الزمن مرتبطة بالوجود، لكن المعنى هنا المقصود به الإنسان. ولكن الإنسان ليه؟ يعني ليه الكينونة مرتبطة بالإنسان أكتر؟ مرتبطة بالإنسان لأن الإنسان نفسه ذاته هو لديه ذات، هذه الذات هي الوحيدة القادرة على إدراك الوجود إيه؟ الوجود الكوني. فإذا كلمة كائن المرتبطة بالكينونة هي كلمة عبقرية بلا شك، وهي دالة أيضا على صفة بطل الرواية، وتعاين هذه الصفة من أول كلمة في العنوان كائن. زي ما بيقول الشاعر أبو العلاء المعري: عاين أواخر كائن بأوائلي، عاين أواخر كائن بأوائلي، إن الهلال يحق بالإبدار. شكرا جزيلا.